هنتعرف مع بعض على أهم الإنجازات اللي قام بها محمد علي باشا لما تولى حكم مصر، وكيف أحدث بها هذه النهضة، وكيف كان ديكتاتورا، وإيه أول حاجة عملها قبل ما يقوم بأي عمل في البلاد، وقصة وفاته ولماذا أصيب بالجنون وعلاقته بنطرات الفضة. محمد علي أول ما تولى حكم مصر قال لازم أنفرد بالحكم. أول حاجة عملها إنه تخلص من أي حد ممكن يسبب له قلق، فأطاح بالسيد عمر مكرم اللي تسبب في توليه حكم مصر ونفاه، ده غير مذبحة القلعة اللي قدر بيها يتخلص من الوجود المملوكي ويقضي عليهم تماما، وده تم سنة 1811. وبكده انتهى العصر المملوكي تماما ليبدأ عصر النهضة بقيادة محمد علي باشا. فمحمد علي باشا لما تولى حكم مصر قرر انه لازم يعمل بيها نهضة ويرتقي بالبلاد مهما كلفه الامر من نفقات وتضحيات. بداية النهضة عند محمد علي هو الاهتمام بالصناعة، فاتجه لتأسيس اول مصنع سنة 1816 في منطقة الخرنفش بالقاهرة، وبعدها انشأ حوالي 15 مصنع للقطن في الوجه البحري في المحلة ورشيد وشبين الكوم ودمياط، فتخصصوا في صناعة الأقمشة. أما بقى مصنع رشيد فتخصص في صناعة قلوع المراكب. وفي الوجه الإبلي في صعيد مصر برضو قدر يبني 39 مصنع، وكان الإنتاج اللي بيفيد بيصدره لأوروبا والشام، ده غير مصنع السكر في المنيا. واهتم كمان ببناء السفن، فقدر ينشئ أكبر أسطول بحري في اسكندرية. ولكن للأسف وبسبب سياسة الاحتكار اللي كان متبعها محمد علي، فدي أثرت على الصناعة وتعرضت أغلبها للانهيار في أواخر عهده. أما بالنسبة للتعليم فاهتم محمد علي باشا بالتعليم المدني، وأرسل كمان طلاب في بعثات للخارج من أجل تحصيل العلوم والنظريات الحديثة، لأنهم لما يسافروا ويتعلموا هيرجعوا ويطبقوا اللي اتعلموه في مصر، وبكده هيحصل تطور ونهضة أكبر. ده غير مدرسة الصنايع والفنون اللي أنشأها سنة 1832 وتحولت بعد كده لمعهد تدريب كليات الضباط. ده غير إنه كمان أسس أول نظام لمشروعات الصرف الصحي وحفر الترع وبناء الجسور والطرق، وعمل كمان برامج لإرشاد المزارعين ومتابعة مواسم الحصاد. وبكده اتسم عصر محمد علي بالقوة والنهوض والانطلاق والتمرد والثورة. ولكن برغم من النهضة اللي أحدثها محمد علي، إلا إنه كان من ناحية تانية بيفرض الضرائب الباهظة على الشعب وبيتبع سياسة الجبروت والظلم والكرباج، الأمر اللي أدى لهروب المزارعين للشام بحثا عن الراحة والأمان واتقاء لبطش وشر محمد علي. فمحمد علي حاسس ان الناس دول عبيد وهم ملكه تحت امره، فيعيني مش عايز يريحهم لا معاه ولا بعيد عنه. فلما عرف ان سوريا هي ملجأ الهاربين من الظلم والبطش، بعت رسول لحاكم سوريا يحذره من خطورة استقبال الهاربين من بطشه، واكد عليه ضرورة عودتهم للبلاد والا هيجيبهم بالعافية مكبلين ومقيدين. فجم يعين الفلاحين غصب عنهم علشان يشتغلوا في الاراضي بالسخرة. أما عن الجيش فقدر محمد علي أنه يؤسس جيش كبير وقوي جدا، قدر بيه يغزو بلاد الشام والاستيلاء على منطقة الجزيرة العربية، الأمر اللي أدى إلى قلق القادة الأوروبيون وحاولوا عرقلته بكل الطرق، لأنه بدأ يشكل عليهم خطورة كبيرة جدا، وهم وصفوه أنه هو راجل غير رحيم بالمرة. وبسبب ظلم محمد علي وبطشه وسوء معاملته للشعب فخصومه كتير جدا وأعدائه كتير، فتعرض محمد علي لمحاولات اغتيال كتيرة، وبسبب كده فرض على قصوره حراسة مشددة. واعتمد محمد علي على بعض رجال المماليك الفرنسيين اللي اتسموا بالولاء لمحمد علي. وفي إحدى المرات كان محمد علي ماشي برفقة حرسه الشخصي في شوارع القاهرة، فتلقى دعوة من أحد القادة إنه يشرب قهوة، ولأن محمد علي كان بيعشق القهوة فما ترددش في تلبية الدعوة. ولكن الحارس الخاص بيه قال له لا قهوة اليوم إلا في القلعة. فهم محمد علي مغزى الرسالة وعرف إن القهوة دي فيها سم. والغريبة إن ابن محمد علي إبراهيم باشا كان عنده حالة رعب من والده، معتقد إنه عايز يتخلص منه. وحاول إبراهيم أكتر من مرة إن هو يقتل أبوه ويتخلص منه قبل ما هو يتخلص منه، ولكن إبراهيم سبق أبوه ومات بداء السل. وبعد فترة محمد علي بدأ يفقد قدراته العقلية، لأن الأجانب حقنوه بجرعات من نترات الفضة بغرض معالجته من الدوزنتريا، والدوزنتريا دي نوع من أنواع الديدان الطفيلية المعوية.
وبالفعل الحقن قضت على الديزنتريا، ولكنها قضت على خلايا مخ محمد علي، وأصبح محمد علي مختل عقليا وبيجيله نوبات جنون لحد ما توفى سنة 1843 عن عمر 80 سنة.